سيدنا خبر حصري، الكاف كدير واحد العقوبة على ملعب طنجة اولا بالاحرى المسؤولين ديال ملعب طنجة بسبب التاخير اولا التباطؤ ديالو في الاشغال. كاين بزاف ديال الاسئله مطروحه في هذا الموضوع هذا، شنو غادي يوقع لملعب طنجة الا ما استكملش الاشغال في الوقت ديالو. الكاف فاش كنقولوا كدير عقوبه اولا كدير واحد الوارنين اللي هو التحذير، شنو كنقصدوا بها؟ اشنو غادي يوقع للمسؤولين ديال طنجه اولا الملعب ديال طنجه اولا الملعب الشركه المكلفه مع المسؤولين ديال المغرب اولا اللي عندهم واحد تتبع خصوصا الوزير والملك بالاشغال ديال المونديال 2030 اولا كاس افريقيا 2025. واش ممكن انه الملعب يتم الاستبعاد ديالو؟ هادو هي شويه من الاسئله اللي غادي نجاوبوا عليهم في هذه الحلقه هذه، فبغيتكم تتبعوا معايا هذا الفيديو هذا حتى الاخر. بنتج ضروري الاشتراك ديالك ويلا نطلعوا ان شاء الله 100,000 مشترك. انا سميتي احمد كرموم وهذه ناكس بالدارجه. يلا نبداو. هذا الخبر هذا راه جاي عن مصادر موثوقه، وطبعا دابا نوريكم المصدر ونوريكم نقراو المقال ونديروا كلشي، ولكن في الاول اجي بعدا نفهموا اشنو واقع في ملعب طنجه. اش التاخير هذا اللي كاين في ملعب طنجه اولا شنو التباطؤات هذو اللي كاين في ملعب طنجه؟ واحد الحاجه اللي ما يمكنش باقي تغطيها، كتحاول انك تقول ممكن هذه ممكن هذه، ولكن صعيب انك تغطيها. كاين بصح واحد الحاجه واقعيه وانه الملعب متاخر في الاشغال ديالو الا قارنتيه طبعا مع الملعب الكبير اللي كاين في الرباط مولاي عبد الله، اولا الا قارنتيه حتى الملاعب المتوسطه اللي هي داخله في الاستضافه ديال كاس افريقيا 2025. الملعب اول حاجه اجي نشوفوا غير المقال بسرعه وديك الساعه نهضروا ونشوفوا علاش بصح هاد الاشغال هذه متباطئه. هذا المقال هذا انا جايبه من عند صحيفه طنجرينو، ولكن كاين بزاف ديال الصحف اللي بارطاجوه فصعيب عليا نجمعهم انا كاملين، ما كيهمناش، فقط مقال واحد من مصدر واحد بارك علينا. اسمع لي هنايا، منح الاتحاد الافريقي لكره القدم مهله رسميه تمتد الى غايه يوليوز، يعني كنهضروا على جولاي المقبل، للشركات المشرفه على اعاده تهيئه ملعب طنجه الكبير، شوف ما ذكروا حتى شي ملعب واحد اخر، ملعب طنجه الكبير، بهدف استكمال كافه الاشغال قبل حلول لجنه تفتيش نهائيه ستحسم مدى جاهزيه الملعب لاحتضان بطولات القاريه المقبله. خاصكم تعرفوا البطولات القاريه المقبله كنهضروا على كاس افريقيا 2025. ملعب طنجه كيتعرض لبزاف ديال الزيارات من عند اللجنه، من عند الوزير، من عند الوالي، من بزاف ديال الاماكن كيجيو الزيارات باش كيشوفوا الاشغال. غالبا هما كاملين يعني متفقين بانه الملعب غادي في واحد التباطؤ كبير، وخصوصا انه تقريبا كلشي موفر للملعب. كنهضروا على الماتيريال نوعا ما موفر، كنهضروا على السلعه نوعا ما كاينه، كنهضروا على العماله كنظن موجوده، كنهضروا على بزاف ديال الاشياء اللي هي ديجا متوفره للملعب. ولكن هنايا الكاف فاش كتقول لك بانها خاصها تعطي لواحد الملعب معين واحد تاريخ نهائي، كنقصدوا بانه الكاف بحداتها وصلها خبر بانه الملعب ديال طنجه مازال متاخر ولا مازال غاديش بديك السرعه اللي هي متوقعه، خصوصا اذا قارنتيه مع الملاعب الاخرى. وهذا التاخير هذا منين جاي احنا نعرفوا ان شاء الله في الفيديو هذا. وبحسب مصادر مطلعه فقد شهد مركب زياره تفقديه ميدانيه قادها الكاتب العام للكاف، انتم الكاف دارت الزياره ديالها رفقه وفد يضم اعضاء من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، مهندسين تقنيين يمثلون اطراف المنفذه للمشروع. علاش كنجيبوا معنا المهندسين والتقنيين؟ حيت هما اللي كيديروا لنا او هما اللي كيقيسوا المؤشرات ديال التطور، وكيقول لك هذا الملعب هذا بشحال مثالي بواحد البورسونتاج اون جينيرال معين او لا بورسونتاج ديال كل مرحله. هنا غادي يبان لكم وقد عبر الوفد عن ارتياحه تقدم الاشغال خاصه فيما يتعلق بالبنيه التحتيه، في انتظار انطلاق المرتقب الاشغال تثبيت السقف والواجهه الخارجيه الى جانب المشروع في تهيئه ارضيه الميدان مطلع ماي المقبل. وتراهن الكاف على جاهزيه الملعب في الموعد المحدد. كاف كتراهن بانه الملعب غادي يكون واجد في الموعد المحدد، وغادي نعرفوا مزيان شنو هو الموعد المحدد، حيث يرتقب تنظيم زياره تفتيشيه ثانيه لفريق لوجستي متخصص سيقوم بمعاينه دقيقه للمرافق الحيويه كغرف الملابس، قاعات الاعلام. كيف ما قلت لكم المهندسين عندهم الدور ديالهم، التقنيين عندهم الدور ديالهم، هذا الفريق هذا عنده الدور ديالو، هذا الفريق هذا عنده الدور ديالو، كل واحد كيدير واحد المراقبه من واحد الناحيه. طبعا ما كيكونش شخص واحد هو اللي كيدير المراقبه لتقييم مدى مطابقتها المعايير التقنيه المعتمده في المنافسات الافريقيه. كاف طبعا عندها قوانين ديالها، فداك الشيء علاش خاصهم يديروا واحد التقييم بسيط كيشوف واش داك الشيء كيحترم القوانين ديال الكاف. مزيان شوف الكاف هنا لاحظ معايا شنو دارت تشجيع. اول حاجه للملعب عطات واحد المهله معينه ودارت واحد التشجيع، عاجبنا اشغال فين كاينين ما عندي ما نسالكم، يلا هو عندكم حتى لهذا الوقت هذا. ماشي هبطات بواحد الشكل اللي هو نوعا ما همجي ولا تهجمي على الملعب باش انه حيتاش ما وصلش هذه اللعيبه هذه دونك غادي نفرضوا عليها هذه الحاجه هذه، لا، حيتاش الكاف عندها واحد البطوله مع المغرب وخاصها حتى هي تنظم، وحتى حنا خصنا ننظم، وحتى ديك الشركه اللي مكلفه بملعب طنجه حتى هي خصها تنظم. دابا الاشغال والتباطؤ ديالها بكل صراحه السبب مجهول، حيتاش ما كاينش واحد التقرير رسمي من عند الملعب. يمكنش انت تفترض شي حاجه من عندك الا ما كانش واحد التقرير رسمي، ولكن ممكن تحط واحد الاحتمالات بسيطه كتوريك علاش ممكن يكون تاخر في الاشغال. بحال دابا خاصك تعرف تاخر في الاشغال، يعني انا في نظري في وجهه نظري الشخصيه كنظن ان اهم الاشغال حاليا هو التسقيف ديال
الملعب. اهم اشغال، اهم حاجه كاينه حاليا في الملعب كنظن حلينا كلشي. اول حاجه التسقيف كيأثر لك على الارضيه ديال الملعب، يعني الماتيريال كيدخل لك في الارضيه، انت ما قادرش دير الارضيه ديال الملعب بسبب التسقيف. المدرجات اولا نهضروا على الكراسي التثبيت ديالهم ما نقدروش، حيت التسقيف ديال الملعب كيأثر على المدرجات كذلك، بحيث انك خصك دير دوك الالواح الخشبيه، خصك تجيب كابلات، وداك الشيء ريسكي بزاف، انت ماشي فوق الريسك دابا. التسقيف ديال الملعب كذلك كيأثر على الجاهزيه ديال المدرجات في حد ذاتها، باش دير لهم حتى هما الايبوكسي ودير لهم داكشي كامل باش يوليو جاهزين. التسقيف ديال الملعب كيأثر على غرف السكاي بوكس، التسقيف ديال الملعب كيأثر على التغليف الجانبي غير مباشر، التسقيف ديال الملعب كيأثر على ستوكاج ديال السلعه لا في خارج الملعب ولا في الداخل ديالها. دونك التسقيف لاحظتوا تقريبا هو النقطه العابره باش اننا ندوزو من التباطؤ في الاشغال للسرعه مكثفه في الاشغال. دابا الاشكال اللي كاين هو انه عندنا واحد الملعب واحد اخر في مدينه الرباط غادي كيطير في الاشغال، ما شفنا تقريبا تراجع تنهار السيد غادي طياره، ولكن لاحظتي معايا غادي يبان لك بانه تمايا كاينين بزاف ديال لي ماشين، كاين بزاف ديال هاد العامله، كاين بزاف ديال الخدمه، التطور شبه يومي. تقدر دوز يومين يبان لك الملعب زدت فيه شي حاجه جديده، هكا كتبان لك انت زدت فيه واحد الحاجه جديده، حيت كدير واحد المقارنه كيبان لك بصح بان ملعب طنجه باقي في المكان ديالو واحد المده طويله. كان واحد الوقت مسرع الاشغال بواحد الشكل واعر، هي فاش كان كيركب الحلقه كان غادي بواحد السرعه خياليه تبارك الله عليهم، كانوا غادي مزيان. بدات كتباطا عاوتاني، وكان قبل منها مره كيتباطا، مره كيرجع، مره كيتباطا، مره كيرجع. انا كنشوف بانه الا درتي واحد الرؤيه من بعيد من الملعب طنجه يبان لك اول حاجه ما كاينش ليه هاد العامله خدامه كثير، ثاني حاجه كاينش لي ماشين بزاف، يعني بحال مثلا هذوك الرافعات البرجيه او الرافعات الزاحفه او المان ليفت او لي سيبور او هذوك اللي يخدموا في الواجهه الخارجيه، بانت لي ما كايناش هاد القضيه هذه نوعا ما شويه بحال ملعب محمد الخامس. حاجه واحده اخرى الفرق ما كاينينش، يعني مثلا كل فرقه عندها واحد الدور ديالها، هذه الواجهه الخارجيه، هذه المدرجات، هذه الكراسه، هذه وكلهم كيطلعوا بواحد التوازي معين، وفاش شي بروجي كيوقف بسبب واحد البروجي واحد اخر هذيك الفرقه كتمشي تعاون الفرق الاخرى. شوف هادشي هذا كامل الشركه عارفاه وفاهماه وعارفه اش كدير، والشركه تحتها واحد المسؤوليه كبيره بزاف وهي ما مساليش تغامر حتى شي حاجه. طبعا غادي يكون عندهم واحد السبب وجيه، واللي ان شاء الله غادي يكون واحد السبب اللي هو معقول علاش كان تاخير، ونتمناو بانه التاخير يحيد ورجعوا نستأنفوا الاشغال بواحد السرعه كبيره، وهادشي هذا نساواه بحال اللي ما كانش اصلا، عادي جدا صافي اللي وقع وندوزوا الاشغال، وان شاء الله نحاولوا ننظموا واحد كاس افريقيا نقي وفي المستوى ديال الدوله بحال دوله المغرب. فاحنا غاديين الحمد لله الامور غاده مزيان حتى لدابا، اشغال تم الاستئناف ديالها ورجعوا في الاشغال ديالهم، ودابا حاليا غادي يكون تزيار اكثر واكثر. انا ما كرهتهمش يعاونوهم باليد العامله ويعاونوهم بلي ماتيريو، انا كنظن هنا في كاين الاشكال. اليد العامله يا اما ما عندهمش واحد الميزانيه كبيره، يا اما ما عندهمش لي ماتيريو باش انهم يديروا باش ما عندهمش واحد الميزانيه باش انهم يخدموا بلي ماتيريو ديال البناء وداك الشيء كامل. ما عنديش فكره واضحه، مي كنظن هادشي اللي كيبان لي من وجهه النظر ديالي. بغيتكم نتوما لتحت شنو بان لكم في هذه القضيه هذه، شنو بان لكم علاش التباطؤ ديال اشغال ملعب طنجه، شنو كاين، شنو في نظركم، شنو كتظنوا؟ كتبوا لي تحت في الكومونتير وبلا فلتر بلا والو، كتب داكشي اللي باغي تقول كامل. سيادنا الاشتراك ديالكم اهم حاجه في هذه القناه هذا، نوصلوا 100,000. انا سميتي احمد كارمون، ونتلاقى ان شاء الله في فيديو جاي. بسلامه.